طبعا تحطه في كاس صغير او فنجان او شيء. حاط فنجان، انا مثلا حاط فنجان قهوه وضغطت عليه بعد 3 ساعات 4 ساعات فانضغط. فانضغط. لا، بعض انواع العسل ما تنضغط، ما ادري شو الفرق بينهم. هو الفريزر اولا يكسر الانزيمات اذا طول في الفريزر، فبعض الناس للاسف يضع كل العبوه الجركه وهذا خطا. وهذا غلط، هذا خطا. بس الثلاجه ممكن تضع وضعه فتره طويله وتقول لي غلط، يفقد خواصه الطبيعيه العلاجيه الغذائيه. ايه، الانزيمات تتكسر مع الفريزر لما تضعه في الفريزر كانك سخنته. نعم، احيانا تتكسر. طبعا الفريزر يعني يحفظ كثير من المواد الغذائيه، انا اعرف الرطب وغيره لكن العسل يتاثر اذا فريزر. الرطوبه اذا كان في براد ما في مشكله، براد يدوب. لكن الفريزر لمده معينه ما في مشكله، لكن المشكله الى انه يطول احيانا فيختبر هل يتجمد او لا. العسل لا يتجمد ولكن يتبلور. طيب، والتبلور ليست هو عيب من عيوب التسويق وليست من عيوب الجوده. العسل الطبيعي يتبلور. الطبيعي اصله كذا. بعض انواع العسل الطبيعي تتبلور. البعض ذكرتني دكتور، بعض الناس وترى يوم من الايام انا منهم عادي يعني، المتبلور نتوقع انه مشكله في العسل. يوم من الايام اذكر يعني هو في مشكله لما انه التبلور هذا يصير طبقتين. بالضبط، هو طبقه سائله وطبقه بلوريه، وهذا اللي صار. هذا خطا. ليش خطأ؟ لأنه الطبقة العالية هذه اللي كانت مثلا سائل يكون خفيف وعرضة لنموات فطرية، وهذا تبلور وصار تحت. المفروض يخلط مع بعض ويصير يا متبلور كله أو أنه سائل، كل العسل سائل. أفهم من كذا وصحح لي دكتور أن العسل الكامل التبلور هو أصلي، هو جيد؟ فيها أنواع منه جيدة وفاخرة من التبلور، وهذه موجودة في الأسواق على فكرة من فرنسا وغيره، عسل اللافندر وغيره من خلقتها وهي كذا متبلورة موجودة في الأسواق، عسل طبيعي. يعني قبل ما ننتهي من طرق الغش الشعبية أو آسف طرق معرفة الأصل، اجتهادات شعبية، تتوقع أنه حاليا كل الاجتهادات ما هي يعني كل الطرق اللي قلناها، الكبريت والتبلور والتكور عن طريق الرمل وكله العلم تقدم، ما يخالف. المفترض الحين تقدر تقول للناس المشاهدين ان كل الطرق اللي يقول لك نعم في طرق صحيحه ليس بالضروره تكون صحيحه؟ ليست صحيحه، ليست بالضروره صحيحه، وليست بالضروره انها تعطيك نتيجه. قد تعطيك نتيجه الى مؤشر، الى خاصيه معينه بس فيزيائيه وكيميائيه زي الرطوبه. بس مثلا لما انه انا احطه في الرمل زي اذا كان الرطوبه عاليه فرق، طيب ارج البرطمان واعرف الرطوبه هي عاليه ولا لا، وخلاص انتهى الموضوع. طيب، طبعا بالنهايه يعني هم اجتهادات الناس. طبعا في خبرات، انا عارف انه في نحالين في العالم لهم خبره في المملكه وغير المملكه، نعم يعرف العسل الناضج، يعرف العسل النوعيه، ريح السدر معروف، الطلح معروف من لونه، هذا اكيد لا في غبار عليه. حتى المستهلك العادي يميز هذا العسل ويعرفه ان هذا والله خفيف او كذا. طيب، في طرق غش جديده دكتور صايره؟ طرق الغش نعم كثيره. جديده جديدة شعبية، مو يعني شعبية يعني هي يعني زي ما يقولوا أكثر شيء الغش اللي هو طبعا الغش. كيف نعرف الغش؟ الغش إضافة الشيء إلى الشيء، هذا الغش بتغيير خواصه الأساسية. يعني تضيف حاجة إلى حاجة، زي اللبن تضيف له ماء مثلا، العسل تضيف له سكر. طيب، فأغلب الغش الحقيقي اللي هو يباع جلوكوز تجاري على أنه عسل وهو ليس عسل. طيب، المستهلك العادي إضافة إلى أنه اشتران هذا جلوكوز تجاري لأنه شكلا ومذاقا إلى حد ما زي العسل، يعني كيف يفرق هو الحين؟ هو المستهلك لا يستطيع أن يفرق إلا بالتحاليل الكيميائية المخبرية. نعم المخبرية، ولكن المستهلك أنا نصيحة له إذا كان في منطقة بعيدة عن المدن والمختبرات مثلا، طيب، وبيشتري عسل، على الأقل أنا بعلمه بأشياء بخواص حسية معينة يستطيع أن يختار العسل يشتريها أو لا. مظهرية مثل لما هو يرى أن العسل فرضا زي الماء خفيف، يبتعد يعني عنه، يبتعد عنه، لا يشتري ولا يقرب. إذا كان يعني خفيف مرة. ليش؟ لأنه هذا رطوبته عالية وعرضة لنموات فطرية وخميرة وبكتيريا وغيره. هذه واحدة. الناحية الثانية لازم يكون بطيء. لا، لازم يكون متماسك. أقصد. وسيلانه بطيء. هذا لزوجته عالية أو لزوجته عالية. ثانيا ينظر إلى العسل أنه ما في طبقة رغوية بيضاء، فقاعات في أعلى العسل، في أعلى العبوة. إذا في طبقة
رغاوي حتى بعد تحريكه يطلع لا لحظة، هذه فقاعات هواء غير. بس لما يكون زي رغوة الصابون فوق، هذه ناتجة من نموات فطرية وخميرة، وأنتجت أحماض وأنتجت غازات. يا ريت معك لو عندك عينة لو معك العينة تكون أفضل. ممكن دورناها ما لقيناها، لأنه هذه المستهلك اللي شاف الطبقة هذه الرغاوي فوق يبعد عنه تماما بدون ما يشاور أحد، بدون ما يشاور أحد، لا ينظر له ولا يسومه زي ما يقولوا. النقطة الأخرى إلى أنه العسل يعني رائحته جميلة وطيبة، طعمه طيب، لا يوجد شوائب غريبة زي مثلا رمل أحجار أو قطع شمع كبيرة أو أنه حشرات، ولكن أحيانا تجد في العسل حشرة النحل. وهذا وش دراها أنه حشرة النحل؟ لا يعرف، معروف النحلة ممكن أنه يطلعها حشرة كاملة يعني؟ هي النحلة كاملة، وهذا أحيانا نوع من أنواع الغش أو التحايل، أنه يضع النحلة على أنه من النحل. ترى جاية كاملة يعني. نعم. يعني طيب أبغاك تكمل المصنع معها. قبل ما تكمل ضروري أخاف في نقطة خاف أنساها. كثير أشوف يباع عسل بالحبة السوداء، أشوف أن هذا خطورة. أضاف حبة سوداء، هل مضمون بغض النظر عن كميتها وقلتها هل مضمون نظافة الحبة السوداء أو العسل؟ أقصد يعني هو عمل نوعين غذائيين قد يكون فيهم أيضا كلهم لا تركيبات عشبية تعتبر. طيب لا في حبة سوداء خالطها يعني. أنا أعرف هذه تركيبة عشبية. طيب هذه يعني أنا ما أيد. هل تنصح أنه يبتعد عنه؟ يبتعد عنه. طيب ممكن يعملها في البيت؟ 1 باي 1 كل يوم بيومه. فرضا لو بغى ياكل حبة سوداء مع العسل، يضيف الحبة في وقتها ويأخذ الحبة الحالة والعسل لوحده، أو يخلطها في الملعقة نفسها ويأخذها. ما يحط. ليش؟ لو حطها بالكامل خطأ، لأنه الحبة السوداء أحيانا تكون فيها زي ما يقول ما يكون فيها غبار، يصير فيها برضو فطريات. الفطريات هذه لما تضعها إلى العسل تنمو. كم يبي لها تنمو يعني؟ ما يخالف. أنا العسل بخلص خلال بس سريعة والله. طبعا الفطريات معروف نمواتها 5 أيام. بس عاد يا أخي أليس يعتبر العسل شو أقول لك كونه يعني فأنا أقول إنه الحبة السوداء إنه موانع يعني عنده مناعة العسل، أليس عنده مناعة كمادة غذائية؟ العسل يسمونه العرب القدامى الحافظ الأمين. طيب الحافظ الأمين شلون فطريات 5 أيام تلعب فيه؟ لا خلني أعلم. الحافظ الأمين إنه كان يحفظ فيه اللحم قديما، وهذا ما حد يحفظ اللحم فيه إلا ناس يعني أغنياء وكذا. وأجنة من أيام الفراعنة محفوظة بالعسل. وجرة موجودة في مقابر الفراعنة وشفتها وزرتها في المتحف المصري مملوءة بالعسل. طبعا العسل اللي فيها استخرج ثقيل شوية ومسود، لكن من 4000 سنة موجود ولا زال.